أقوى أم في مصر. ورجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي بعد الفاصل ومع المسابقة التالتة. عارفين اسمها ايه؟ مين أروش أم؟ مين شايفة نفسها روشة فيكم؟ ولا واحدة؟ حتى انت يا ماما ميري. طيب نسيبنا من التكنولوجيا والسوشيال ميديا، الحمد لله فشلنا فيها فشل ذريع. نخلينا في المسابقة التالتة. المسابقة التالتة اسمها مين أروش أم ناو. لما بنخش على الانستجرام بنشوف صور، بنشوف فيديوهات. المفروض ان الفيديوهات دي فيها شباب بيعملوا ليبسينج لأغاني مشهورة ومقاطع من أفلام، إفيهات معينة. عارفين الفيديوهات دي؟ مطلوب منكم ان انتوا تعملوا فيديو على أغنية. تمام؟ عايز بقى كل المواهب المدفونة، واخدة بالك؟ اللي هي كانت قبل ال7 عيال تطلع بقى. كل أحلام الشباب وكل الطاقات الاستعراضية والفنية تطلع. مطلوب منكم ان انتوا تعملوا فيديو على أغنية يا قلبي للفنان الجميل حكيم. اتفقنا؟ وتذكري يا أماه أن الخجل عدو الفنان. هنروح الباك ستيج ومين أروش أم ناو. أقوى أم في مصر. ورجعنا لكم من الباك ستيج. عايز اقول لكم على حاجه، احنا هنتفرج دلوقتي على الفيديوهات، بنشوف الابداعات، بس مش انا اللي هديكم الدرجات. اللي هديلكم الدرجات الجمهور، هو اللي هيصوت لكم. اوكي. انزل يا ابني باول فيديو. انا حسيت ان بعد ما الفيديو يخلص انا مش وشي كده والمصحف والله ما انا وشي كده. حسيت كده انك مكسوفه قوي، صح؟ لا يعني ملياش في مالكيش في الحاجات دي، فانت قررتي مش مهم المسابقه بس احافظ على برستيجي، صح؟ ماما ايمان، نشوف فيديو ماما ايمان. بصي، هو نص الفيديو الاولاني حسيت انه ديسكو في الثمانينات. هاي شيل عاملين ايه؟ يلا نرقص في الديسكو. النص التاني ايه السجاد ده بقى؟ يعني الولد بيحاول يجمع نقط باي طريقه. ماما ميري، نشوف فيديو ماما ميري. عجبتني الفكرة بجد، مشهد يقطع القلب. جايه لي غضبانه، جايه بالعيل. وايه موضوع مساحات العربيه ده؟ نسقف لماما ميري سقفه جامده قوي. طيب جمهورنا الجميل، اللي عايز ماما ريم هيدوس 1، اللي عايز ماما ايمان هيدوس 2، واللي عايز ماما ميري هيدوس 3. اتفضلوا التصويت. النتيجة طلعت يا بنات. اوكي. ماما ميري واضح ان المساحات ما جابتش نتيجة. 14% 5 نقط. ماما ريم الوقار برضو ما جابش نتيجة. 16% 10 نقط. ديسكو الثمانينات والسجات عاملين شغل جامد قوي. 69% ماما ايمان. 20 نقطة.